لو حاسس انك مش عارف تلاقي افكار للتصميمات بتاعتك، فأحب أقولك إن الفيديو ده ليك، عشان في الفيديو ده هتعرف إيه هي أنواع تصميمات السوشيال ميديا، ومن خلالها هتعرف الهدف من كل نوع وأمثلة كمان على كل نوع منهم. وبعد ما تعرف الحاجات دي هتقدر تبني فكرة التصميم بتاعك. فمن غير كلام كتير يلا نبدأ في الفيديو. بس قبل ما نبدأ متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وانزل بالانترو. أول نوع معانا وهو تصميم الإعلانات. دي بتبقى عبارة عن تصميمات هدفها الإعلان عن المنتج بشكل مباشر، زي في التصميم ده مثلا إعلان عن منتج اللي هو هنا الساعة، ودي فيها call to action اللي هو عبارة عن QR كود وكلمة order now. وتاني مثال معانا وهو ده، وده إعلان عن كنز عصير، والفكرة اللي عايز يوصلها إنه يعلن أو يعرف الناس بالعصير ده. النوع التاني هو تصميمات الأويرنس، ودي بنعرف بيها الجمهور بالخدمات اللي بتقدمها الشركة أو البراند، زي في أول مثال معانا وهي إن دي شركة دعاية وإعلان، والخدمة اللي بيقدموها هي إنهم بيوصلوا المنتج بتاعك للتارجت أودينس اللي أنت محتاجهم. التصميم موضح ده في صورة كوبري بيربط بين المنتج بتاعك والأودينس، وفي زي سهم بيوضح المنتج بيوصل للفئة المستهدفة بتاعته. المثال التاني ده لشركة شحن، بيوضح إنهم عندهم خدمة توصيل سريعة جدا، اللي هو بمجرد ما بتطلب بيكون الأوردر وصل. النوع ده من تصميمات السوشيال ميديا بيركز على وجود الممثلين أو المغنيين أو حتى الانفلونسرز، وبيكونوا هم الواجهة بتاعة الإعلان، وغالبا بيبقوا منتشرين أكتر في إعلانات شركات الاتصالات وبالأخص في شهر رمضان. زي مثلا هنا في إعلان وي هتلاحظ إن مفيش شغل في الديزاين قوي، هو عبارة عن تامر حسني وبهاء سلطان وفي تكست على الجنب. ونفس الفكرة في إعلان فودافون، عمرو دياب وفي تكست على الجنب برضه. النوع الرابع وهو عبارة عن بوستات لزيادة التفاعل والريتش على الصفحة، وده بيبقى من خلال تصميم فيه سؤال أو مسابقة بسيطة. يعني مثلا في التصميم ده بيقولك أنهي مسار بيوصل للبروتين، في ناس كتير هتبدأ تفكر وتكتب الإجابات في الكومنتات، وده طبعا بيزود من التفاعل. وفي مثلا فكرة زي فكرة البازل، وده بيبقى شايل قطعة من البازل وبيقولك أنهي قطعة المناسبة من دول. ده طبعا غير إنه بيزود التفاعل، فهو كمان بيزود ارتباط الجمهور بالمنتج عن طريق إن اللعب والتحديات دي كلها بتتعمل بمنتجات الشركة. النوع الخامس هو عبارة عن التصميمات الكرياتيف، وهي التصميمات اللي بيكون فيها فكرة، ونفس التصميمات دي هي اللي بتجبر العميل إنه يقف عندها عشان يبدأ يفهم فكرتها. التصميم ده ببساطة بيوضح حال المنتج بتاعك. لو انت مش مهتم بالديجيتال ماركتينج هيكون عامل أكنك عندك هيكل عربية وبتسوقها ببدال بتاع العجلة، وهيكل العربية هنا بيرمز للمنتج بتاعك أو البراند، بس البراند ده مش هتقدر تحركه أو مش هيبقى فيه موتور وعجل وكده طول ما انت مش مهتم بالديجيتال ماركتينج. والفكرة دي برضو بتتكلم عن أهمية الديجيتال ماركتينج، وهنا بيقولك إن دي عبارة عن شركة ديجيتال ماركتينج هتحول المنتج بتاعك من فيل، طبعا احنا عارفين الفيل بطيء حركته قليلة مش بينتشر بسرعة، لنمر أو فهد سريع جدا وقوي، والسرعة هنا بتدل على الانتشار بتاع المنتج. النوع الأخير معانا هو تصميمات الفوتو مانيبيوليشن، ودي فكرتها إن بيتم دمج أكتر من صورة في ديزاين واحد بحيث إنها تعمل مشهد بيبقى شكله جامد. وعادة التصميمات دي بتتعمل في مجالات زي الرياضة وبوسترات الأفلام والمسلسلات. أول مثال معانا هو تصميم رياضي، هنلاحظ هنا إنه بيخطف العين بشكل كبير جدا. ونفس الكلام في ديزاين المسلسل ده، هنلاحظ إن فيه اهتمام كبير جدا بالتفاصيل والإضاءات والظل والنور. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.